السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة سريعة جدا وسؤال بيتكرر كتير. أغلب الأخصائيين والأخصائيات بيسألوني أنا مش عارف أعمل تقرير. المستشفى اللي الطفل بيتعالج فيها أو الدكتور اللي بيعالج الطفل أو المدرسة اللي الطفل ملتحق بيها أو الحضانة اللي الطفل ملتحق بيها طالبين تقرير، وأنا مش عارفة أعمل التقرير إزاي. ولي الأمر بتاع الطفل مسافر وطالب مني تقرير عشان يعرض الحالة بتاعة الطفل على دكتور صاحبه، وأنا مش عارف أعمل التقرير إزاي. الموضوع سهل جدا جدا جدا، وهي ان انا هقسم التقرير لاربع حاجات. اول حاجة البيانات بتاعت الطفل: اسمه ايه، عنده كام سنة، ساكن فين، البيانات بتاعته. لو عملت له اختبار ذكاء درجته كام، عملت له اختبار توحد درجته كام، التشخيص اللي انت شايفه. بيانات الطفل في النص الاولاني من الورقة. النص التاني الايجابيات بتاعت الطفل. الطفل ده ايه الحلو اللي فيه؟ حلو في كذا وبيفهم كذا وبيقول كذا وبيجيب كذا ومهاراته واصله لكذا ويعرف يعمل كذا. تالت حاجه السلبيات اللي في الطفل، دي الورقه التانيه بقى. السلبيات اللي في الطفل: الطفل وحش في كذا ووحش في كذا وما بيعرفش كذا وضعيف في كذا وامكانياته متاخره كذا. اخر حاجه اللي هي رابع حاجه التوصيات. اقول بقى الطفل ده محتاج جلسات تخاطب، محتاج تنميه مهارات، محتاج يكشف كذا، محتاج يشتغل على كذا.